مريم، جيت اليوم باش نشارك معكم الحكايه ديالي. حكايتي عجيبه غريبه، ما يمكنش تطيح لكم على البال ولا انكم تتوقعوا الاحداث ديالها. انا البنات واحد السيده كنت عايشه غير انا والوالده ديالي، بحكم ان الوالد كان متوفي. عشت انا وياها حياه اللي كانت غزاله بزاف. الوالد ديالي كان خلى لنا شي بركه باش نعيشوا والدار اللي ساكنين فيها. المهم انا كملت القرايه ديالي وقررت انني نخرج ونخدم ونقلب على راسي. بديت خدامه الحمد لله، كنت كنشد واحد الصالير اللي هو مزيان، شويه منه كنتعاون به مع الوالده ديالي وشويه منه كنت كنخرج مع صحاباتي وعايشه الحياه ديالي بالطول وبالعرض. مشات ايام وجات ايام، الوالده ديالي غادي تمكن منها المرض. عانيت معاها، ما حلتنا السبيطارات، ولا انني بعض المرات كنت ما كنمشيش للخدمه ديالي غير باش نبقى حداها ونشوفها شنو خاصها. الوالده ديالي كانت عيات بزاف وما بقاتش كتقدر انها تقضي الاغراض ديالها راسها. مع المده زاد تمكن منها المرض، ومن بعد فارقت الحياه. من بعد الوالده ديالي عشت الكآبه، عشت الحزن، كنت دايما مكتئبه في الدار، حسيت بالوحده بالفراغ، الدار ولات خاويه عليا. الام ديالي اللي كنت من بعد ما كنمشي لخدمتي وكنجي وكنعاود ليها وتحط يدها على راسي، وصراحه الله كانت كتعطيني الحنان بزاف. افتقدتها من حياتي وحسيت بانني صافي تقطع بيا الحبل وما بقى عندي حتى شي حد، حتى من العائله اللي كانوا مره كيودونا. من بعد الوفاه ديال الوالده كل شيء قطع الرجل. يعني انا وليت في هذه الحياه انسانه مقطوعه من شجره، برغم ان كاينه عندي العائله لا ديال الوالده ولا ديال الوالد، ولكن المحنه ما كايناش. بديت كنكبر، عمرني ما كنت كنفكر نهائيا في الزواج ولا حتى في العلاقات. وليت عايشه حياتي غير مع صحاباتي، الخروج، الدوران، التسافر، من الخدمه للدار ومن الدار للخدمه. حتى الاوقات اللي كنكون يعني ما عندي فيها ما يدار هي فين كنت كنخرج مع صحاباتي وكنمشي، ولا كانت شي تسافره ولا شي رحله كنديروها مع بعضياتنا. كانت واحد السيده جارتي ساكنه فوق مني. هاد السيده يعني تصاحبت معاها من بعد الوفاه ديال الوالده ديالي، ولات دائما كتسول فيا، دائما كتجي تدق عليا. يعني كنت بقيت فيها في ديك الفتره اللي كانت الوالده ديالي توفات وبقيت بوحدي. ولات بيناتنا واحد العلاقه اللي هي زوينه بزاف. وهاد السيده كل مره كتسول عليا، وإلا غبت عليها ضروري ما كتجي وتدق وتسول ياك ما كاين باس، ياك ما عندك شي حاجه. لدرجه اننا ولينا قرابين من بعضياتنا، ولات كتعاود ليا حتى اسرار البيت ديالها، علاقتها براجلها ومشاكلها. هاد السيده كانت كتعاني لانها ما ولداتش على بكري، وما خلات حتى شي طبيب على قبل الوليدات. في الاخر ربي رزقها بواحد البنيه. هاد البنت ما ولدتها الا بعد عناء طويل. راجلها كان دائما كيلوح ليها الهضره السامه بسبب انها ما ولدتش ليه، ونهار ولدت هذيك البنيه كانت كتقول بان العلاقه ديالها هي وراجلها غادي تصلح، لكن حتى شي حاجه ما تصلحات. الحاجه فاش كتكسر ما كتعاودش ترجع كيف ما كانت. كانت كتحاول دير المجهود ديالها باش ترجع علاقتها براجلها، وكانت مره كتجي وكتدوز معايا الوقيت وكتبدا تعاود ليا وكتسنى مني انني انا نعطيها شي حل، برغم انني ما كانتش عندي تجربه. ولكن كنت كنشوف بواحد المنظور ديال واحد الانسانه عاودات ليا، وكنشوف شنو هما الحويجات اللي هي ربما تكون هي كانت غلطه فيهم، او لا ممكن انها تقدر ديرهم وتصلح العلاقه ديالها براجلها. بديت كنعطيها نصائح انها ترد البال لراسها، وبحكم انني كنت كنشوفها ما كتهلاش في راسها بزاف، وليت كنقول لها حاولي انك تمشي لعند الكوافوره، قادي حالتك، ردي البال لراسك، قادي حتى اللباس ديالك، بدلي الستيل ديالك كامل باش تعاودي تردي العلاقه ديالك مع راجلك، بحكم انها كانت كتقول كتبغيه، وهاد البنيه ما باغيهاش انها تعيش بعيده على باها. كل مره كنت كنعطيها شي حيله كديرها وكتنجح معاها، كتجي كتشكر وكتعاود فيا وكتقول لي باللي علاقتي براجلي غاديه وكتحسن. كنت كنفرح ليها بزاف، كنفرح انني درت شي حاجه اللي هي زوينه. بعد المرات كترجع وكتقول لي باللي السيد رجع كيف ما كان وما بقاش معايا مزيان، ولا دائما ما عطينيش الوقت، ولا جا للدار كيبقى شاد التليفون ديالو، حتى من الماكله ما كيشاركهاش معايا، وعلى اتفه الاسباب كيدير مشكله كبيره. كنت دائما انا كنصبرها
ونقول لها هاد المره ديري هاد الحيله والمره الجايه ديري الحيله الاخرى، لدرجه انني كنت كنشوفها كتشغل مع بنتها اكثر من اللازم. وليت كنقترح عليها في الايام اللي كنكون انا غير جالسه في الدار، كنقول لها جيبي البنت وخليها معايا، منها انها تونسني ومنها انتي تفرغي غير لراجلك وعرفي كيفاش تعاملي معاه وتكسبيه وتجريه جيتك. كانت كتقول لي الا درتي معايا هادشي ما غاديش ننسى الخير ديالك. وفعلا داكشي اللي كان. البنيه كانت مازال بيبي صغيره، كتجيبها لي انا للدار، كتجيب لي كاع الحاجيات ديالها من الكوش من الحليب، اي حاجه خاصها كتحطها لي في الدار وكتمشي تعيش الحياه هي وراجلها. دوزات معاه فتره اللي هي ما نعاودش لكم البنات وهي يعني مغيره تماما، ماشي ديك المراه اللي كان كيعرفها. فهنا بدا كيتسائل وكيقول لها شكون اللي وراك كيفاش انك تبداي تعاملي معايا مؤخرا. كل كلمه كنت كنقولها لها كتمشي كتعاودها لراجلها. عمركم شفتوا بحال هاد النوع؟ ما يمكنش كتمشي كتعاودها لراجلها. عمركم شفتوا بحال هاد النوع؟ ما يمكنش يطيح لكم على البال. انا كنتي واحد الانسانه كتمشي وكتحاولي انك تنصحيها باش تصلح من العلاقه ديالها ما بينها وما بين راجلها، غير يسولها ويجبد ليها اللسان ديالها كيف ما كنقولوا حديت المخده، عاودات له كل شيء. قالت له انا فاش كنت كنتقلق منك وفاش كنت يعني كنشوف بان علاقتنا ما بقاتش هي هذيك، كنمشي لعند صاحبتي وكتعاود ليا كيفاش ندير حتى نرجع علاقتي بك، ومادام انت ولا عاجبك الحال فاذا النصائح ديالها كانوا كينفعوني. السيد ولا عنده تساؤل، ولا عنده واحد الفضول انه يعرف شكون هي هاد السيده، برغم انه كان كيشوفني مرارا وتكرارا، لكن عمره ما جلس انا وياه الراس في الراس او لا مع مراته نهائيا. عمرني ما تجمعت انا وياه في طبله واحده. حتى وليت انا هادشي كامل ما كنتش راضه عليه البال. وليت كنشوف صاحبتي ولات كتعرض عليا بزاف لدارها وكتقول لي انا نبغيك تجي تجلسي معايا ونسيني، انا دائما كنمشي عندك وانتي ما كتجيش لعندي. وانا على نيتي كنت كنمشي لعندها، حتى كيبان لي راجلها جاي داخل كنجمع النوضه ونبغي نمشي فحالي، كتقول لي والله ما تمشي، جلسي دابا غادي نحطوا العشاء ونتعشاو مع بعضياتنا ونضحكوا وننشطوا. من شحال هذا ما جمعت انا وياك. والراجل حتى هو ولا كيرحب بيا، ولا كل نهار كيقول لي شوفي ضروري تدوزي عندنا اليوم، لدرجه انها حتى من نمره التليفون ديالي اللي كانت عندها في تليفونها عطاتها لي وعن طيب خاطر. ولا السيد كيتصل بيا كيف دايره لاباس عليك، ياك ما خاصك شي حاجه، الا خاصك شي حاجه ما تحشميش مني، حسبيني انا واحد من العائله ديالك. كنت كنتفاجئ، قلت انا ربما يوقع لي شي مشكل، فمشيت لعند مراته وقلتها ليها، قلت لها راجلك ولا كيتصل بيا وكيسولني واش انا محتاجه لشي حاجه، واش هادشي في علمك؟ قالت لي بطبيعه الحال في علمي، راه انا اللي عطيتو النمره ديالك. قلت لها وعلاش؟ قالت لي بطبيعه الحال انا كنشوفك خدامه وبعض المرات كتجي معطله وكتخصك شي حويجه وكتعاودي تنزلي على ودها. فقلت له صافي، هو اصلا جاي مقضي ليا، الا خاصك شي حاجه وصيه ماشي مشكل. جاني واحد الاستغراب، ما يمكنش انني انا نشوف واحد الانسانه كتعامل معايا بحال هكاك ومخليه راجلها يعني بحريه تامه انه يهضر معايا في التليفون، وكتعاود له داكشي اللي انا كنعلمها باش تحسن العلاقه ديالها معاه. فبدون ما تقصد حلاتني في عينيه. السيد وليت عاجبه، وليت فيما كتعيط ليا لعندها للدار فاش كنجلسوا، صافي ولات واحد الصداقه بيناتنا، ولينا نضحكوا عادي ومراته ضحكه معانا وعجبها الحال. لكن انا كنت كنعتبره كصديق كيف ما كنعتبرها هي صديقه. يعني كنقول هاد الناس جابهم لي ربي من السما، هاد الناس وليت كنعتبرهم بحال العائله ديالي، بحكم كيف ما قلت لكم عائلتي حتى شي حد ما كيسول في الاخر، فوليت كنقول هاد الناس جابهم لي ربي ولاو بحال العائله ديالي، كيسولوا فيا ويتشنوا عليا، وإلا غبرت عليهم كيجيو يسولوا فيا. يعني حاجه اللي هي زوينه، ما كانش عندي شي حاجه ديرت الغدار في راسي او لا شي حاجه ماشي هي هذيك. لكن مع المده وليت كنشوف بعض التجاوزات من راجلها، بحكم انني كنكون عندها في الدار وكيبقى يشوف فيا شي شوفات او لا كيبدا يهضر معايا بشي طريقه اللي هي خارجه عن نطاق الحوار. كنقول انا ربما هي غادي تلتفت لراجلها، غادي تشوف بانه تجاوز الحدود ديالو، غادي تقمعو، غادي تحاول انها على الاقل دير واحد الحد معايا وما تبقاش تعيط ليا لدارها. ولكن السيده كان عاجبها الحال. فواحد النهار جات لعندي للدار وقالت لي فلانه بغيت نشكي عليك. قلت لها مرحبا شنو واقع؟ قالت لي راجلي هاد الايامات ولا كيلمح لي انه باغي يتزوج. قلت لها علاش غادي يتزوج عليك؟ واش انت من نيتك؟ قلت لها هي ما كنتيش كتطبقي داكشي كيف ما كنقول لك. قالت لي لا
كنت كنطبق داكشي كيف ما كتقولي ليا، لدرجه انه هو استغرب وقال لي شكون اللي كنت كنطبق داكشي كيف ما كتقولي ليا، لدرجه انه هو استغرب وقال لي شكون اللي علمك كيفاش تعاملي معايا. وانا على نيتي وعاودت له قلت له بلي انت هي اللي كنتي كتعلميني وانت اللي كنتي كتقولي لي شنو ندير. قلت لها واش انت بعقلك؟ قالت لي علاش شنو فيها؟ قلت لها شنو فيها؟ قلت لها انت خاصك انت تبيني لي اساس انت تبدلتي منك لنفسك ماشي شي حد اللي قال لك، وتزيدي تكمليها وتجمليها وتقولي لي شكون بدات. قلت لها انت راكي كتخربقي. ايوا قالت لي المهم هادشي اللي وقع، انا على نيتي انا سولني جاوبته. ايوا قلت لها دابا شنو واقع؟ قالت لي دابا مابقاش كيهتم بيا بزاف ولا كيقول باللي هو راجل ومن حقه انه يتزوج وحده وجوج وثلاثه واربعه، وكيقول بانه انسان مقتدر ماديا ما عندوش مشكل، وما عنديش انا علاش غادي نرفض، لانه غادي يخليني عايشه معززه مكرمه في داري، مصروف ديال بنتي، امورنا كلها غادي تكون مزيان وانا خصني نوافق ليه. قلت لها وانتي وشنو قلتي؟ قالت لي انا سكت. قلت لها كيفاش سكتي؟ قالت لي انا اللي ما كنتش حكيه لك من قبل انني واخا بوالديا ما غاديش يقبلوني انني نرجع لعندهم، ونهار تزوجت به والديا قالوا لي هذا الراجل من النهار اللي تزوجتي به حكمتي على راسك انك غادي تبقاي معاه للابد، ما غادي تفارقكم غير الموت. وياك شي نهار تقولي باللي انا تخاصمت معاه وبغيت نطلق ونرجع، ما كاينش اللي غادي يستقبلك ولا غادي يجي ويجلسك عنده. حنا بغينا بنتنا نهار نزوجوها تثبت مع راجلها، لذلك انا عارفه والديا حتى الا بغيت ناخذ موقف من راجلي وبانني نقول لا وما يمكنش ولا تزوجتي عليا الله يعاوننا ويعاونك او لا طلقني، غادي نهز بنتي حتى شي واحد ما غادي يهزني. انا لا صنعه لا دبلوم، شنو غادي ندير في هذه الحياه؟ انا ولفت انه هو كل شيء كيوفروا ليا، وكيف ما قلت لك والديا بحال الا ما صدقوا انهم زوجوني ما بقاوش باغيني نرجع لعندهم. داكشي علاش انا مضطره انني نوافق على هذا القرار اللي قرر، خاصني نوافق انني نزوجه. لكن الخوف ديالي ماشي من انه غادي يتزوج، الخوف ديالي من السيده اللي غادي يتزوج بها كيفاش غادي تكون. واش هاد السيده غادي تخليه انه يبغي بنته ويبغيني حتى انا معاها، او لا انها غادي تحتكر عليه غير بوحدها وتخلينا نعيشوا كاننا فعلا يعني مطلقه وعايشه انا وبنتي بوحدنا. خفت انها تدوروا عليا. قلت لها ما فهمتش هذا الاستسلام ديالك اللي انت دايره شي حاجه ماشي طبيعيه، انت خاصك تهضري على راسك، خاصك ديري حد لهذا الموضوع، خاصك تحاولي تهدديه بشي حاجه باش عمره ما يعاود يجبد معك هذا الموضوع. قلت لي ما نقدرش، وانا عارفه راجلي نهار كيقرر شي حاجه ولا كيديرها في راسو كيوصل ليها، وهو غادي يتزوج. وانا فين قلتها لك، انا بغيت غير نفرغ عليك قلبي، اما الحل ما كاينش في هذه الحاله. بقيت مصدومه، في نفس الوقت بقات فيا وفي نفس الوقت كنت معصبه منها.